نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحم موتاهم وأن يشفي مرضاهم وأن يعافيهم من كل سوء، اللهم آمين يا رب العالمين. السؤال بقى، هل انتشار الزلازل في هذه الأيام هل هو من علامات الساعة الصغرى؟ والجواب نعم. علامات الساعة الصغرى من بينها، وهي أكثر من 100 علامة أو 100 علامة من علامات الساعة الصغرى انتشار الزلازل. لكن المقصود بانتشار الزلازل مش إنه يحدث زلزال مثلا كل 6-7 شهور، لا، كثرة الزلازل وانتشارها بحيث إنها تبقى ظاهرة كل كام يوم تلاقي زلزال في بلد من البلدان. انتشار الزلازل وكثرة الزلازل في كل بلاد العالم هذا علامة من علامات الساعة الصغرى. مين اللي قال الكلام ده؟ الصادق المصدوق سيد ولد آدم صلى الله عليه وآله وسلم، قال كما عند البخاري قال: لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم وتكثر الزلازل. وفي رواية عند أحمد بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: بين يدي الساعة موتان شديد، عدد كبير جدا من الموتى كما ترون في أحداث كورونا إلى غير ذلك، إلى الحروب اللي بتحصل، إلى الأمراض والفيروسات والزلازل، أشياء كثيرة جدا يحدث بسببها موت كثير. قال: بين يدي الساعة موتان شديد وبعده سنوات الزلازل. النبي صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم سماها سنوات الزلازل، يعني مش هيبقى زلزال ولا 2 في السنة، لا، ده هتبقى سنوات يكثر فيها الزلازل بشكل مفزع، عافانا الله وإياكم ونجانا الله من تلك السنوات. طبعا الزلازل آية من آيات الله سبحانه وتعالى، بتتضمن رسائل، أشد تلك الرسائل هي التخويف. قال جل وعلا: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. تلك الزلازل اللي بتتسبب في موت الفجأة، إن الإنسان يكون قاعد في بيته أو نايم في بيته أو رايح شغله أو في أي مكان وفجأة يحدث الزلزال، ينزل عليه هدم أو يخسف به الأرض عياذا بالله فجأة فيموت عياذا بالله، اسمه موت الفجأة. وموت الفجأة أيضا علامة من علامات الساعة الصغرى. النبي عليه السلام يقول: بين يدي الساعة موت الفجأة أو موت الفجاءة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وده أيضا علامة من علامات الساعة الصغرى. مشكلة أو مصيبة موت الفجأة أن الإنسان لا يدري على أي شيء يموت، هل يموت على طاعة ولا يموت على معصية؟ أنا ماشي رايح مشوار، هل المشوار ده أنا رايح لخير، رايح صلة رحم، رايح أزور أمي وأبويا، رايح أقضي مصلحة الإنسان فقير أو إنسان عياذا بالله مظلوم أو غير ذلك، لو مت في تلك اللحظة إن شاء الله يعني تكون قد يعني شهادة إن شاء الله عند الله سبحانه وتعالى، ولا نزكي على الله أحدا. فلو الإنسان مات وهو في طريقه إلى خير إن شاء الله نحسبه من الشهداء. لكن قد يموت الإنسان وهو في طريق إلى المعصية أو إلى شر، رايح عياذا بالله يقابل بنت ما هياش زوجته، رايح مثلا يفعل الفاحشة، رايح يأخذ قرض ربوي، رايح يرتكب معصية معينة فيموت في الطريق. هي دي مشكلة موت الفجأة. والمشكلة الثانية ان الانسان لو مات فجأة لا يستطيع ان يوصي، يعني ممكن ما يكونش لحق كتب الوصية بتاعته، ممكن ما يكونش لحق يوصي اولاده بالوصية التي يجب عليه ان يوصيهم اياها، يوصيهم على ان يكونوا على طاعة الله، ان يحافظوا على الصلاة، يوصي بناته بالثبات على الحجاب، يوصي اولاده بان يتواصلوا وان يتراحموا، يوصيهم بتقوى الله عز وجل والمحافظة على الصلوات ومداومة قراءة القرآن وذكر الرحمن والدعوة الى الله سبحانه وتعالى ودلالة الناس على الخير وصلة الارحام الى غير ذلك. فالإنسان ما بيلحقش يوصي. عشان كده مصيبة موت الفجأة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: موت الفجأة أخذة أسف. إن الإنسان ممكن يموت وهو ما لحقش يتوب، عنده معصية ونفسه يتوب منها بس مات فجأة قبل ما يتوب، أو عليه مظالم ما لحقش يردها، فموته أسف إنه ما لحقش يرد المظالم، ويوم القيامة هيتحاسب عليها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم: أتدرون من المفلس؟ قال: المفلس فينا من لا درهم له ولا دينار. قال: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وحج. ما شاء الله، بس عنده مشاكل، يأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. فعشان كده الزلازل ديت لابد ان تذكرنا بان احنا دائما لابد ان نكون على توبه. وانا ماشي وانا نايم وانا خارج قبل ما انام لازم دعاء سيد الاستغفار، كما جاء عند البخاري: من قال دعاء سيد الاستغفار وهو موقن به فمات في تلك الليله كان من اهل الجنه. انا نايم فقايل دعاء سيد الاستغفار، حدث زلزال، مت، انا من اهل الجنه. تمام؟ بالنهار قلت دعاء سيد الاستغفار، بيقال مرتين، مره بالليل ومره بالنهار، فلو من قال دعاء سيد الاستغفار بالنهار ومات في ذلك اليوم كان من اهل الجنه. يبقى لابد ان احنا نحافظ دائما وابدا، ودي وصيتي لاهلي واحبابي، ان احنا نحافظ دايما على دعاء سيد الاستغفار، نحن نكون دايما على توبه، فعلنا اي ذنب نلحق نتوب، ما ناجلش التوبه. التوبه واجبه على الفور، لان انا ما اعرفش هموت امتى. انا اذنبت الساعه 6 ما اقولش هتوب الساعه 11، لا، اذنبت 6 ودي اتوب، تلحق وتتوب على طول، علشان ما حدش عارف هيموت على ايه. الانسان عليه مظالم، يلحق يتحلل من المظالم. اغتبت عدد من الناس، يا رب انا مش فاكر كم واحد، حضرتك مش فاكر اغتبت كم واحد، او حضرتك مش فاكره، نقول اللهم اغفر لنا ولكل من اغتبناه،
اللهم ارحمنا وارحم كل من اغتبناه، اللهم وسع على كل من اغتبناه، اللهم بارك لهم في اولادهم وارزاقهم واجعلهم من اهل الجنه واغفر ذنوبهم واستر عيوبهم واجمعهم مع النبي في الجنه. يبقى انا كده ايه؟ عملت كفاره الغيبه، وقعت بين اتنين، ساعات ما بينهم بالنميمه، تروح تلحق بسرعه في اسرع وقت ولو بالتليفون، مكسوف تقابلهم وده شيء طبيعي لان الانسان يعني يبقى عنده حرج ان هو يقابل ناس، وقع ما بينهم بالنميمه رسالتين، رساله لده ورساله لده. والله يا اخي سامحني، والله في لحظه كده من اللحظات يعني استولى علي الشيطان فاوقعت ما بينك وما بين فلان، قلت لك انه قال عليك، والله هو ما قال، وقلت للتاني والله العظيم ما قال، تمام، وتصلح ما بينهم. طيب اخذت مال من واحد، ابعت له رساله، حبيبي في الله واخي في الله، انا واخد منك 10000 جنيه مثلا، تمام، بالله عليك تسامحني والله العظيم هجيب لك النهارده 1000 جنيه وكل شهر خد مني 1000 جنيه لان ظروفي ما تسمحش، او مثلا معاك الفلوس روح سدها كلها وربنا يكرمك ويوسع عليك، وهكذا. يبقى حاجتين نحرص عليهم جدا جدا، ان احنا ما ننامش او ما نعديش علينا لحظه من غير توبه، ودي فايده الاستغفار. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من احب ان تسره صحيفته فليكثر فيها من الاستغفار. فاحنا على طول استغفار استغفار بفضل الله، ودعاء سيد الاستغفار قبل ما ننام وبعد ما نقوم من النوم بفضل الله سبحانه وتعالى، وان احنا نرد المظالم، وان احنا نكتب الوصيه، وان احنا نكون على استعداد للقاء الله، وان لا يفارقنا ابدا لا ذكر الرحمن ولا قراءه القران ولا المحافظه على الصلوات الخمس. وجعلت قرة عيني في الصلاه، ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم: ارحنا بالصلاه يا بلال. كان صلى الله عليه وسلم اذا حزبه امر فزع الى الصلاه، بابي هو وامي ونفسي وروحي صلى الله عليه وسلم. يبقى اذا محافظه على الصلوات الخمس، محافظه حضرتك على الحجاب، ولو مش محجبه الحقي البسي حجابك ربنا يحفظك ويبارك في عمرك، تمام. محافظه على ورد القران، محافظه على ذكر الرحمن، محافظه على دعاء سيد الاستغفار، التوبه والاستغفار دائما، كتابه الوصيه، التحلل من المظالم. صدقوني في الوقت دوت والله ولا 1000 مليون زلزال يضركم في اي شيء بفضل الله سبحانه وتعالى. فاصعب زلزال في حياه المسلم انه يزلزل في عقيدته، يزلزل في ايمانه، يزلزل في بعده عن الله سبحانه وتعالى، يزلزل في بعده عن اتباع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. ايا عبد كم يراك الله عاصيا حريصا على الدنيا وللموت ناسيا، انسيت لقاء الله واللحد والثرى ويوما عبوسا تشيب فيه النواصيا. لو ان المرء لم يلبث ثيابا من التقى تجرد عريانا ولو كان كاسيا.